موطني. بعد ما اتحمل، مستحيل ما أقدر. دموعك غالية، العراق غالي، العراق وطن من قلب من روح. يعني لما نشوف الدمعة وتبكي للعراق والعراق يلعب في العراق في بطولة خليجية، واني اصلا مو عايشة بالعراق، الشعور اللي جاية زيارة بس للعراق حاليا. يعني اني مغتربة وجاية زيارة بس للعراق، ولهذا السبب. يعني كأنك زرعتي قلبك هنا ورحت هناك. هذا اللي يقول شلع قلبي شلع. بالضبط، يعني بحب ما اتحمل ابقى، يعني هاي اكمل المباراة. الشعور هو يقول موطني والسلام في الله. هاي الروح. ان شاء الله يفوزون اليوم ويفرحونا. ترجعين للعراق. ارجع ردك الحنين. ابتسمي لانك عراقية. ابتسمي وافتخري. يعطيك العافية. ها هم دائما ابناء العراق. الإحساس والمشاعر هذه اللي تشوفونها لها أسبابها. العراق اللي حاليا نحن نعرفه فيه 40 مليون في العراق أو 41 مليون، لكن في ملايين مهجرة رايحين، هاجروا وراحوا واشتغلوا وتغربوا. العراق جاه ظروف ومآسي وأحزان وفرح وسعادة، تاريخ حضارة، حروب، قتل، تشريد. فالعراقي اليوم من يجي بلاده يعرف ان انا قاعد اشوف بلادي قاعد تنهض مرة ثانية، فطبيعي كل واحد بيحس بهذا الشعور، بيحس ان انا ليش بلادي غير عن الدول الثانية؟ ليش الدول الثانية يفرحون ويستضيفون والناس يروحون لهم؟ طيب انا شو اللي ينقصني؟ والعراقي يقول ولا اليمني يقول أنا حضارة يا أخي، أنا تاريخ. فلا تلومونهم لما يصيحون، لما يشوفون مشاعرهم هذه، لأن الناس فقدوا الأرض. ترى الموضوع مش بسيط إن المواطن ترى يطلع ويروح يشتغل برا يتغرب. في ناس ترى يتعبون، في ناس يفقدون الأم والأبو والأخ والأخت والزوجة والأطفال، يروحون عنهم بعيد. فطبيعي اليوم لما الوطن ينهض ينفض الغبار اللي عليه، طبيعي لما يتحدون ويعني تلاقي الأحزاب والطوائف والشعب ومعلش والسني والشيعي والمسيحي والكردي هاي كلهم مع بعض، حق وشو؟ فرحتهم فرحة وطن، مبسوطين مستانسين، قاعد يأدون، يشوفون الناس فرحانين فيهم. فطبيعي اليوم يفرحون. طبيعي هذه المرأة تسمع نشيدها في أرضها اللي يمكن كانت محرومة مننا كم سنة، تتمنى اللحظة اللي تقعد فيها في المدرجات وتشوف لعيبة منتخب الوطني. يا أخي يوم اللاعب يجي يقول لي يا أخي أنا لعبت 100 مباراة، يا أخي ما لعبت على أرضي مباراة رسمية، إيش تتوقع منه؟ أكيد بيفرحون، بيستانسون، بيصيحون، مشاعر جياشة عندهم. فاللي أنا أشوفه اليوم شيء حلو إن هذه الأرض أصلا لازم إحنا نوقف معاهم، لازم، هذا واجب. إذا تبون قومية، تبون عروبة، تبون واجب، تبون الحق، وقفوا معاهم، لا تبعدون عنهم. أنتم تبونهم اليوم في أحضانكم، احتووهم. وش اللي قاعد يطلبونه؟ يعني أنا صار لي 3 سنين 4 سنين 5 سنين أسمعهم نبي البطولة نبي البطولة. شنو البطولة؟ بطولة كرة قدم، بطولة كرة قدم، وجمعت لكم هذه الأمة كلها من قبل لا تبتدي البطولة، من قبل لا يسوون حتى هذه الملاعب الجميلة اللي قاعد نشوفها، والناس يقولون لكم تعالوا يا أخي، تعالوا نرجوكم، تعالوا نتوسل إليكم، تعالوا. بعضهم فقد الأمل فينا، وبعضهم قال لا احنا عندنا إصرار نجيب الخليجيين عندنا. نسمع الأخ محافظ البصرة أسعد العيداني يقول احنا طالبنا وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء أن يفتحون الحدود مع أشقائنا. افتحوا الحدود، الشعوب جو، خليجيين جو بكل بساطة. هذا احنا موجودين في العراق ومستانسين وفرحانين، وشعب اللهم لك الحمد يأكلنا ويشربنا ويهدينا ويبتسم لنا ويفتح لنا البيبان والله يا جماعة الخير، احنا أرجع وأقول هذه رسالتنا احنا، هذه ما فيها مبالغة.
ما في أي مبالغة في كلامنا، الناس هذول يبوننا حواليهم. يا جماعة الخير، الأرض هذه لو احنا تبينا معاهم فترة بيشتغلون في البنية التحتية، بيشتغلون في الفنادق، في الجسور، في الأنفاق، بيشتغلون في البلد، لأنهم بيشوفون بلادهم قاعد تنهض، بيشوفون الناس قاعد بيجونهم، بيصير في سياحة، في تجارة، في علم، في ثقافة. ترى هذول كانوا أصلا في الأساس هم هاي حياتهم. البصرة في السبعينات كانت تنذكر في المسلسلات وفي التاريخ بلد سياحة، بلد اقتصاد، بلد تجارة. أشياء وايد ترى احنا نمتلكها في حياتنا هي أساسها من عندهم. مهندسين، مثقفين، علماء، مهد العلماء يسمون هذه الأرض مهد العلماء. ليش احنا نبعد عنهم؟ نختلف، طبيعة الحياة في اختلاف بيني وبينك، الأخ يختلف مع أخوه، لكن ما أبعد. قد ما أقدر ما أبعد، قد ما أقدر أجر صوبي لا يجرون صوبهم. هذا احنا مجتمعين في البطولة الخليج العربي، وهذا احنا فرحانين وهم فرحانين فينا، مبسوطين والله مبسوطين. أنا أقعد معاهم للصبح، أنا ما أرقد يوميا إلا على أصواتهم في الكرنيش، طيط 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 وأغاني وأهازيج وفرح وما أدري وشو، وأقوم من نومي على صوتهم. أقسم بالله العظيم ما حسيت بلحظة إزعاج. هو إزعاج حق اللي بيرقد، بس أنا مش منزعج. تدرون ليش؟ أشوفهم فرحانين مكيفين. مرة أغنية قطرية، ومرة أغنية سعودية، ومرة إماراتية، ومرة بحرينية، ومرة كويتية، مرة عمانية. كل الخليج ما عندهم فرق. اليوم مباراة قطر والبحرين، من الجمهور اللي حاضر؟ كم عدد القطريين اللي حضروا أو البحرينيين؟ كم عدد مدرجات هذا الاستاد الميناء؟ 40,000، 45,000، 30,000. 99% أو 95% عراقيين متوزعين، اللي يشجع قطر، واللي يشجع البحرين، واللي راح يشجع السعودية، واللي راح يشجع الإمارات، واللي يشجع قاعد يشجعون. ولا وش طلبهم؟ افتحوا لنا بس المدرجات، ما لكم خاص، احنا بنروح نشجع الناس. ما قالوا منتخبنا العراقي وبس، قالوا لا، شجع الكل. فاتحين ابوابهم، فاتحين بيوتهم. ما ادري شو اوصف لكم الوضع. واحد اليوم جاب لي هالهديه، بالنسبه لي انا او لغيره ممكن تكون هديه عاديه، لكن هي هديه ثمينه من عنده. مصباح وخاتم وهديه تذكاريه، وكل هديه من ميسان لها رمز ولها معنويه ولها كفاح. المراه العراقيه مكافحه، الرجل العراقي مكافح. جماعه هاي ما فيها لعبه، هذه دوله فيها حضارات، مش حضاره واحده 7000 سنه عمرها. لا نبعد عن العراق، لا نبعد عن العراق أبدا، لا نبعد عن العراق، بل إحنا لازم نروح للعراق. إحنا اللي نوقف معاهم، إحنا اللي نساعدهم، وهذا اللي واجب أصلا، هذا الصح. سامحوني أنا أوقات يمكن يعني أعبر عن شيء لأني أنا مفتقده في الناس. فاليوم أنا لما أشوفهم فرحانين فينا ومستانسين، يا أخي طبيعي إني بقول تعالوا، وطبيعي بقول لكم لازم نتمسك فيهم، لأن هم متمسكين فينا. ترى هم متمسكين فينا على مدار التاريخ، ترى هم ما تخلوا عنا. هي فترة فتور، خلافات، صح، لكن هم جزء منك، هم جزء منك، وإحنا جزء منهم. إحنا كالجسد الواحد.